السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ لولو. قررنا النهارده نعمل القرص الطريه الفلاحي في البيت باسهل وصفه واسهل طريقه. احنا زي ما انتم عارفين احنا زهقنا بقى من السحور، البيض والجبنه والفول وكلام من ده، فقلنا نعمل القرص بجبنه كده جنب كوبايه لبن او كوبايه شاي، تبقى جميله جدا. وفي الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نطلع القرص طريه وجميله زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده. ويلا بينا على بركه الله نبتدي. معانا 3 كوبايات من الدقيق، عليها ذرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، كوباية من اللبن الدافية، ونص كوباية سمنة على زيت. اللي عايز يحط سمنة كلها عادي او زيت او زبدة، بس انا بحب احط السمنة على زيت. ومعانا ربع كوباية من السكر. جبنا بولة معانا، هننزل باللبن الدافي الاول، وعليها السكر. نقلب السكر لغايه ما يدوب معانا كده. هننزل بالخميره. لو عندكم زبادي وعايزين تحطوا زبادي مع اللبن ممكن برضه. بعدين نضيف الزيت على السمنه. هنجيب الخليط الدقيق اللي عليها شويه من الملح، ونعجن فيه لغايه ما تبقى عجينه متماسكه معانا وناعمه. نعجن فيها مده 5 دقايق لغايه ما الطبق بتاعنا ينضف من العجين خالص، ما يبقاش فيها عجين من تحت، لغايه ما تبقى عجينه ناعمه معانا جدا. هي ما شاء الله بتنعم معانا على طول. وبعد ما عجناها 5 دقايق لغايه ما نعمت معانا وبقت طريه، هنلم العجينه لغايه ما يبقى الطبق نضيف معانا من العجينه. وشوفوا طريه معانا ازاي. هنغطيها ونسيبها تخمر لمده ساعه في مكان دافي. وكده شكل العجينه بعد ما خمرت معانا. هنخرج منها الهواء وهنبدا نكورها كور حجم الكره. وهنكمل باقي الكميه بالشكل ده ونرجع. بعد ما خلصت تقطيع العجينه حطيناها في صينيه مدهونه بزيت، وتعالوا بينا يلا نبططها وهي في الصينيه كده. تعملها على شكل دايره. وكده بعد ما خلصت تبطيط القرص هنغطيها وهنسيبها لمدة 10 دقايق لغاية ما ترتفع معانا. وده شكل القرص بعد ما ارتفعت 10 دقايق. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة عالية. وازاي نعرف اللي هي احمرت؟ هنقلب القرصة من تحت، الاقيها واخدة وش احمر من تحت، هنطفي من تحت ونشغل الشواية من فوق عشان تاخد لون من فوق. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هنرش بس شوية مية عليها، لو عندك بخاخة بخة صغيرة بس، او فرشة كده حاجة بسيطة علشان تبقى طرية معانا. وهنغطيها لمدة 10 دقايق عشان تبقى طرية. وكده يا حبيبي دي بعد القرص بعد ما طلعت من الفرن. وغطيناها، رشيناها شويه ميه كده وغطيناها بالفوطه لمده 10 دقايق عشان تطرى معانا. زي ما انتم شايفين كده طريه وجميله، طريه خالص من جوه ما شاء الله، جميله. وبألف هنا على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.